الركلات الترجيحية الثانية. المواجهة تاريخيا التاسعة في نهائي كأس سمو الأمير التي تتجه لركلات الترجيح. والسد بالمناسبة كان طرفا في 5 من 8 نهائيات سابقة لعبت فيها ركلات الترجيح. هذه المرة السادسة. الركلة الترجيحية الثانية للسد الآن خلفان. كلود أمين. ولنعد بذاكرتنا إلى المباراة. قلت بأن كفة كلود هي الأرجح. خلفان ضيعها، خلفان ضيعها، ولا زالت الأمور في أرضية الملعب. كلود يتصدى. والآن الركلة الترجيحية الثانية لنادي الأخوية عن طريق لويس مارتن. لويس مارتن سييرا هو اللي راح ينفذ الركلة الترجيحية الثانية لمصلحة نادي الأخوية في مواجهة ساد والأخوية. والساد لويس مارتن جولو للمرة الأولى في هذا اللقاء. كفة الأخوية هي الأرجح، هي الأرجح. قلت بأنه هو النهائي التاسع. السد خسر نهائيا وحيدا بركلات الترجيح في عام 2012 أمام نادي الغرافة عندما كانت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، باستثناء ذلك فقد فاز على الخور وفاز على الوكرة وفاز على قطر. وفي الوكرة أيضا في عام 1988 كسب 4 نهائيات بركلات الترجيح وخسر واحدا. وهذا هو النهائي السادس يلعب السد من أصل 9 نهائيات. في المباراة النهائية ذهبت لركلات الترجيح. نذير بالحاج الركلة الترجيحية نذير هو الآخر يطيح بهذه الكرة إلى بعيد ويطيح بآمال السداوية الآن بعيدا. هو نذير دائما ما كان معتادا على تسديد الركلة الترجيحية الخامسة الحاسمة. اليوم يسدد الثالثة لكنها تضيع. يأتي الدور على تشيكو، يأتي الدور على تشيكو فلوريس من أجل الركلة الترجيحية الثالثة. سعد من أجل استعادة الآمال، سعد من أجل الإبقاء على الطموحات، سعد من أجل العودة من جديد. عاد بهم في المباراة، في اللقاء، في المواجهة، في الوقت الأصلي. يريد بأن يستمر أيضا في ركلات الترجيح. تشيكو ولا سعد؟ تشيكو 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 سجل، تشيكو سجل. يقترب الأخويا من الإنجاز، يقترب الأخويا من الإنجاز. الركلة الرابعة هذه لو ضاعت الأخويا بطلا للمرة الأولى في تاريخه. الأخويا لو ضاعت. إبراهيم ماجد، إبراهيم دائما ما يسدد بشكل قوي، وأعتقد بأنه في طريقة للتسجيل هنا في هذا اللقاء. وبالتالي ننتظر ركلة الترجيحية الرابعة بالنسبة لنادي الأخويا. هنا يوسف المساكني على أعصابه، ويا كثر اللي على أعصابه الآن، يا كثر اللي على أعصابه. كلود أمين ولا إبراهيم من أجل الإبقاء على الآمال. إبراهيم سدد، نعم سجل، نعم سجل، نعم. وبالتالي 3-2. نعم تايهي، نعم تايهي. الركلة الترجيحية الحاسمة هي ولا مبهي؟ هي ولا مبهي؟ نعم. وصح الكل بعد التعديل، نعم. وقظ الكل بعد التعديل، نعم. سجل وصنع وأعاد الأخوية إلى المواجهة بعد أن كان قد فقد الآمال الكل. نعم في مواجهة سعد، نعم في مواجهة التاريخ، نعم في مواجهة الذكريات. إما أن تكون جزءا منها أو لا تكون، من أجل صناعة التاريخ، من أجل صناعة التاريخ، من أجل صناعة التاريخ. نعم يصنع التاريخ الكوري الجنوبي، والأخويا بطل
التاريخ، بطلا للمرة الأولى في التاريخ بركلات الترجيح، متجاوزا زعيم الكرة، متجاوزا ملك الكرة وزعيمها نادي السد، ليصنع هذا الرجل الفارق وليتجاوز كل الضغوطات وليرمي بكل التوقعات جانبا ويصنع الفارق ويصنع